الغابات مناطق خطيرة بحد ذاتها. أكيد أول ما قلت كلمة غابة جه في دماغك فخاخ الدببة اللي ممكن تفصل رجلك عن جسمك، أو النمور البرية اللي زهقت من أكل السناجب وبتدور على وجبة جديدة، أو التعابين اللي عايزة تعض أي حد وتديله حبة من سمها. كل دي حاجات تخوف، لكنك عمرك ما يجي في دماغك إنك تسمع أصوات ضحكات شيطانية أو تشوف أشباح مميتة. تعال نعرف الحكاية ويلا بينا نشوف أصل وفصل غابة هويا باكيو. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. النهاردة جايين نتكلم عن غابة هويا باكيو. دي يا سيدي غابة موجودة في رومانيا، تحديدا في منطقة كلويش في مدينة ترانسلفانيا. مساحتها بتبلغ حوالي 250 هكتار، ودي يا سيدي مش واحدة من الغابات الخطيرة اللي بيتواجد فيها الحيوانات المفترسة أو المستنقعات السامة. بالعكس، أشجار الغابة دي عالية، عشان كده هي صالحة للتمشية ورحلات التخييم. وبالفعل الحكومة كانت موفرة فرق أمن لحماية المنطقة والبحث عن الناس اللي بتضيع. وأقصى مشكلة ممكن تحصل هو وجود تعبان أو عقرب هرب من المبيدات اللي بترشها الحكومة كل فترة عشان تكون رحلات التخييم آمنة. لحد كده كله تمام. واكتسبت الغابة سمعة سيئة من أواخر سنة 1960 لما بدأت الظواهر العجيبة تظهر. كان ساعتها السكان المحليين بيروحوا الغابة بشكل يومي تقريبا، لأنها مصدر رزقهم. كانوا بيجمعوا الحطب ويقصوا العشب ويجمعوا العنب البري ويجمعوا الأزهار، كل ده بهدف بيعه في الآخر. ساعتها بقى سمعوا أصوات عجيبة كأنها جاية من عالم تاني، لأن الأصوات دي كانت بتثير الرعب والفزع في أي حد بيسمعها، وساعات كانوا بيتجننوا فعلا. عشان كده الناس زعمت إن الغابة دي هي بوابة لعالم تاني كله رعب وموت. ده غير إنه زوار كتير للغابة دي جات لهم حالات مرضية عجيبة ملهاش سبب، زي الغثيان والتقيؤ والخدوش والطفح الجلدي اللي بيظهر على أجسادهم. ده كمان بيشوفوا أنواع مجهولة المصدر، ويسمعوا أصوات ستات بتضحك، أو يشوفوا أطياف بتجري بين أشجار الغابة. وتعالى نستعرض سوا كام أسطورة كده يقال إنها حصلت في الغابة، ويمكن كمان هي المسؤولة عن لعنتها. شبح دراكولا. مين فينا ما يعرفش فلاد الولاشي، الكونت المجنون اللي اتمرد على الدولة العثمانية بالكامل وعيشهم في رعب منه لشهور طويلة؟ ولو انت ما تعرفش ده مين، فده يا سيدي باختصار أول وأشهر مصاص دماء حقيقي في التاريخ، اللي ألهم الكاتب البريطاني الكبير برام ستوكر لابتكار واحدة من أشهر شخصيات الرعب على مر العصور، وهي شخصية الكونت دراكولا. وده عملنا عنه حلقة قبل كده، هنسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، اوعوا تفوتوها. المهم ان فلاد الولاشي ده كان شايف ان شرب دماء اعدائه ده حاجة هتمده بالقوة والذكاء. شيء غريب، لكن العجيب ان ده فعلا حصل. الكونت فلاد قوته زادت اضعاف الجندي العادي، واكتسب سرعة في الحركة وردة الفعل تفوق البشر. واشتهر كمان انه ما كانش بيعدم اعدائه بطريقة عادية زي بتاعة الشنق او قطع الرقبة، بل كان بيقعدهم على خوازيق لحد ما يموتوا. وفعلا اتسمى بفلاد المخزوق، وتمرد على الدولة العثمانية لحد ما انهزم في النهاية على يد السلطان محمد الفاتح. أكيد أنت عارف الكلام ده وأنا حكيته لكم من قبل كده، عشان كده احنا النهاردة مش جايين نتكلم عنه، احنا جايين نحكي عن جثته. فين هي جثة دراكولا؟ الناس بتقول إن العثمانيين دفنوه في مكان ما في الغابة دي، وعشان دراكولا ما كانش شخص عادي طول حياته، أكيد برضه مش هيبقى شخص عادي بعد وفاته. الناس زعمت إن الكونت فلاد الولاشي كان ملبوس بشياطين كتير، هي اللي وهبته القوة الخارقة دي والشر المطلق ده، وهي حاليا اللي بتتجول في الغابة مع روح فلاد نفسه وعمالين يقضوا على الناس. هتيجي تقول لي يعني جثة شخص واحد بس هي اللي هتعمل القلق ده كله؟ لكن افتكر معايا اننا مش بنتكلم عن اي شخص عادي، احنا بنتكلم عن واحد من اكتر الشخصيات شرا عبر التاريخ. شبح العروسة. في قصة بتحكي عن شاب وخطيبته دخلوا الغابة بالليل عشان يخيموا فيها، وانت طبعا عارف لما اتنين مخطوبين يبقوا في مكان واحد من غير لا رقيب ولا حسيب، ايه اللي بيحصل؟ عفارم عليك، الشيطان بيبقى تالتهم. لكن المرة دي الشيطان عمل حاجة مختلفة خالص عن اللي احنا متوقعينه. مرة واحدة الخطيبة لفت بوشها في الجهة المعاكسة للخطيب زي ما تكون سمعت حاجة. الخطيب حاول يركز عشان يعرف خطيبته سمعت ايه، لكن ما كانش فيه أصوات غير صوت صراصير الحقول. ثم مرة واحدة الخطيبة قامت من مكانها وجريت ودخلت لقلب الغابة من غير ما تاخد معاها كشاف عشان ينور طريقها، واختفت فعلا عن أنظار خطيبها. خطيبها قام جري وراها وهو بيصرخ باسمها، لكنه ملقاش أي رد. الخطيب بلغ الأمن،
اللي جابوا مجموعة ضخمة من رجال الإنقاذ وبدأوا فعلا يدوروا عليها في كل شبر في الغابة، لكنهم ملقوش ليها أي أثر، فعلقوا صورتها على مقدمة الغابة عشان لو حد من الزوار شافها يكون عارف دي مين ويرجعها للأمن. وفعلا الناس شافت صاحبة الصورة، لكن مش كبشرية، الناس كانت بتشوفها بصيغة شبحية بتجري من مكان للتاني وهي لابسة فستان فرح. وللعلم فهي شبح غير مؤذي تماما، دي مجرد بتشاور للناس وخلاص وتعدي من جنبهم. لكن تظل شبح العروس دي تعتبر واحدة من أشهر الأشباح اللي تم رصدها في الغابة. غابة برمودا، اسم عجيب مش كده؟ تفتكر ليه الناس بتطلق على الغابة اسم شؤم زي ده؟ أكيد أول ما سمعت مني اسم برمودا جه في دماغك الثقب الدودي اللي موجود فوق المحيط واللي بيشفط جواه أي حاجة، ويا إما تختفي يا إما تظهر في زمان تاني سواء في المستقبل أو في الماضي، وأنا برضو حكيت لكم عنه في حلقة سابقة، اوعوا تفوتوها. المهم إن الناس بتقول إن الاختفاء اللي بيحصل في مثلث برمودا هو بعينه نفس اللي بتعمله الغابة. هو طبعا مش أي شخص يخش الغابة بيختفي، لكن الموضوع بيحصل ولو بنسبة قليلة. طيب لما يختفي إيه اللي بيحصل؟ أنا بقول لك أهو، انسى أمره أحسن، لأن اللي بيختفي في الغابة دي مش بيرجع، وأي حد من الباحثين عنه بيصابوا بأمراض جلدية عجيبة وحروق في جسمهم، رغم إنهم ما لمسوش أي حاجة سامة زي الفطر أو التوت السام، ولو ظهر يا إما بيكون جثة يا إما بيظهر بعد سنين. مش مصدقني؟ طب اسمع القصة دي. كان في بنت عندها 5 سنين تاهت في الغابة، بحث أهلها عنها لمدة سنة كاملة وملقوش لا البنت ولا جثتها، فيئس الوالدين وأعلنوا إن بنتهم ماتت خلاص واستسلموا للأمر الواقع. وبعد 10 سنين البنت طلعت من الغابة. انت متخيل إنها ظهرت تاني بعد 10 سنين؟ طب مين اللي كان بيأكلها ويشربها وياخد باله منها السنين اللي فاتت دي كلها؟ دي عندها 5 سنين يا اخوانا، يعني مش سهل إنها تعيش لوحدها وتتكيف مع طبيعة الغابة القاسية. أكيد جه في بالك إن البنت كانت مخطوفة مثلا وقدرت تهرب من اللي كان خاطفها. هو احتمال حلو ما اقدرش انكر، لكن تقدر تفسر لي ازاي البنت فضلت بنفس عمرها لما خرجت من الغابة وبنفس الهدوم كمان؟ ايوه زي ما سمعت كده، البنت كان عندها 5 سنين برضه، رغم انه مر على اختفائها 10 سنين، يعني المفروض تبقى عندها 15 سنة. طبعا رجال الامن معاهم صور كل المفقودين في الغابة عشان لما حد منهم يظهر، وفعلا اتعرفوا عليها وتواصلوا مع اهلها عشان يجوا يستلموها. ولما سألوها ايه اللي حصل لك ال10 سنين دي كلها وشفتي ايه، البنت ما كانش عندها فكرة عن أي 10 سنين، الموضوع بالنسبة لها إنها تاهت من أهلها دقايق ويمكن كمان ثواني، يعني باختصار البنت دي اتجمد بيها العمر والزمن. مش قلتلك الموضوع كبير؟ المنطقة الخالية دي بقى منطقة في الغابة ما فيهاش أي نوع من الحياة، لا شجر ولا زرع ولا مية ولا حتى ديدان وحشرات تحت الأرض، مجرد منطقة دائرية من التربة وخلاص. العلماء أخدوا عينة من التربة دي عشان يحللوها ولقوا فيها مادة سامة تمنع أي حياة فيها. طبعا انت دلوقتي مصدوم وبتقول ازاي غابة؟ واخد بالك من كلمة غابة دي؟ غابة يعني الشجر، يعني الخضرة، يعني العصافير والحشرات، يعني الحياة بمختلف أشكالها، يبقى فيها منطقة ميتة زي دي. لكن أحب أقولك التقيلة بقى، إن المادة السامة دي غير معروفة ولم يتم اكتشافها في العالم قبل كده، ده لأنه بكل بساطة المادة السامة دي مش من عالمنا أصلا، لأن سنة 68 كان في عسكري روماني اسمه إيميل بارنيا التقط بالكاميرا بتاعته صورة لطبق طائر كان بيطير فوق الغابة دي، وافتكر إننا بنتكلم عن رومانيا مش أمريكا، يعني ثقافة الفضائيين مش منتشرة قوي عندهم زي الأمريكان. ده كمان أكتر من شاهد أكد إنه شاف الطبق الطاير ده وقال إنه كان بيطلع منه أضواء عجيبة خاصة عند المنطقة الخالية دي. فالعلماء زعموا إن المادة السامة دي هي عبارة عن العوادم الناتجة من احتراق وقود المركبات الفضائية اللي محدش يعرف بتتكون من إيه ولا إيه مصدرها. وبكده انتهت كل الشائعات اللي بتتمحور حوالين الغابة والسبب في إنها مسكونة. ده حتى الناس بتقول إن أي حد بيموت في الغابة دي روحه بتفضل هائمة هناك وبتزود من شر الغابة. لكن ثواني، هو إيه حوار اسم هويا باكيو ده صحيح؟ إحنا قلنا إن الغابة دي اسمها غابة هويا باكيو، اللي يعتبر هو أول شخص يختفي في الغابة دي في التاريخ، وطبعا ما ظهرش من ساعتها والغابة تتسمى على اسمه. تفتكروا هل هويا باكيو هيظهر زي البنت دي ما ظهرت من 10 سنين؟ حقيقي العالم فيه مناطق خطيرة وملعونة كتير، وأنا واثق إن غابة هويا باكيو واحدة من أهم الأماكن دي اللي عمرنا ما هنعرف السبب الحقيقي لعنتها. قولنا في التعليقات هل أنت مقتنع بأي نظرية من اللي حكيتهم لك؟ ولا جايز عندك تفسير تاني؟ كلمنا عنه في التعليقات. وأخيرا لو أنت وصلت للجزء ده من القصة فبتمنى الحلقة تكون عجبتك، وبطلب منك تدعمنا باللايك الجميل والسبسكرايب،
وما تنساش إن دعمكم لينا بيخلينا نستمر في النشر أكتر. كان معاكم تيم حكاية أصلي، استنونا في الحلقات الجاية.